السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بص بقى ما بنريحش. يلا بينا بقى نبدأ في الفيديو التاني كده واحنا سخنين. نخلص بقى بارت 1 النهارده ان شاء الله كده، ونقعد بقى نسمعه على روقان وكده. ولو احنا عندنا اي مشاكل في الجزء دوت، الجزء النيورو او جزء النيرفس سيستم عامة، ابعتوا لي هرد عليكم على طول. يلا بينا. كالعادة خلاص بنبدأ بالمالتيبل تشوز كويستشنز. يلا بينا. طيب. The potential difference reaching positive 40 millivolt means that انا قلت لك من شويه في الفيديو اللي فات ان في حاله البولاريزيشن في الطبيعي بتاعي انا ببقى نيجاتيف 70. طب لما بوصل للبوزيتيف 40 ده معناه ايه؟ قال لي ده معناه حاجه واحده بس، معناه ان سيادتك عمل الديبولاريزيشن عندك خلاص وصل لاقصاه، وصلنا للبيك. تمام؟ يبقى انا وصلت للبيك بتاع الايه؟ الديبولاريزيشن. هبدا بقى ان انا ارجع تاني. تمام؟ طيب يبقى هل ده معناه ان السيل lost its ability to sense؟ السيل خلاص ما بقتش شغاله؟ لا يا عم شغاله. طيب الصوديوم ions has flowed inward in large quantities. كميه الصوديوم اللي دخلت جوه بقت كبيره خلاص. ما هو ده كلمه اصلا depolarization. طب اللي بعده the enzyme that breaks down الاسيتايلكولين has started working. الاسيتايلكولين بدا ان هو يتكسر بقى والكلام ده كله؟ لا ملوش دعوه. طيب The cell is in a state of complete rest. دلوقتي السيل بتاعتي complete rest؟ لا هي مش في الريست، ده في الديبولاريزيشن. يعني انا كده مش طبيعي. تمام؟ حلو كده؟ يلا بينا على اللي بعده. Question 2. طيب chemical neurotransmitters are stored inside. النيوروترانسميترز دي اللي هي الاسيتايلكولين والنور ادرينالين موجودين فين؟ هل هم موجودين في ريسبتور؟ لا. هل هم موجودين في فيسيكل؟ الفيسيكل دي اللي هي الساك، كيس صغنطوط كده. هي موجوده في فيسيكل. طب هل هي موجوده في الميتوكوندريا؟ لا مش موجوده في الميتوكوندريا. هل هي موجوده في الصوديوم شانلز؟ برضه لا. يبقى انا عندي فين؟ في الفيسيكل. نمبر 3. The minute space separating two neurons is called. انا عندي النيورون الاولاني وادي النيورون الثاني. المنطقه اللي في النص دي اسمها ايه؟ اسمها ساينابتيك كليفت. اسمها ايه؟ ساينابتيك كليفت. اسمها ايه؟ ساينابتيك كليفت. مش نيورون اكزون، الاكزون ده بيبقى فوق، بيبقى في النيورون نفسه. ومش الساينابتيك نوب. ادي الساينابتيك نوب اهي اللي هي البري ساينابتيك ميمبرين. وعندي الساينابتيك فيسيكل دي بتبقى موجوده هنا، ادي الساك. طب يبقى المسافه دي اسمها ايه؟ اسمها ساينابتيك كليفت. نمبر 4. during the refractory period، في مرحله الريفراكشن، ان انا عايز ارجع تاني زي ما كنت. ريفراكتوري بيريد ان انا هرجع تاني كويس. الصوديوم تشانلز بيحصل لها ايه عشان ارجع كويس؟ الصوديوم تشانلز هتعمل ايه؟ هل هي unable to respond a new stimulus مش هتاخد ستيمولس ثانيه؟ ما ده معناه ان الصوديوم تشانل على فكره اتقفلت. ما هي الصوديوم تشانل مش هينفع، ما هي خلاص طالما هي قفلت، ما هو طالما انا وصلت خلاص للبيك بتاعي او انا هبدا بقى ارجع تاني كويس، ده معناه ان انا هقفل الصوديوم. لما اقفل الصوديوم هفتح بوتاسيوم. طب ما هو انا عشان اعمل ستيمولس جديده لازم افتح الصوديوم. فانا في الريفراكتوري يبقى الصوديوم بتاعي قفل. طالما قفل يبقى انا مش هاخد اي ستيمولس ثانيه. هل هو كومبليتلي اوبن؟ لا. هل هو بامبينج بوتاسيوم؟ هل الصوديوم هيطلع لي بوتاسيوم؟ لا. هل disappeared؟ disappeared كده؟ لا مش هتختفي. يبقى عندي ايه؟ ادي استنى يا جدعان. ادي يلا بينا على نمبر 5. electrical impulse in the NCV اللي هو النيرف conduction velocity taste simple. ده عباره عن ايه؟ قال لي هل هو بيبقى تقريبا بنفس القوه بتاعه الهارت بيتس؟ لا. هل هو breathing process؟ ملوش اي دعوه بالبريثنج بروسيس. هل هو بيعمل لي natural nerve impulse inside the body؟ ما هو من اسمه nerve velocity، يعني هو هيقيس لي كميه الايه او سرعه الايه؟ nerve impulse. يبقى انا لازم ادخل normal او natural impulse جوه الجسم او natural electrical current جوه الجسم. طب هل هو blood flow؟ لا ملوش دعوه. حلو كده؟ نمبر 6. طيب The nerve cell is considered the fundamental unit in the formation of the nervous system. بيقول ان النيرف سيل دي هي الاساس عندي في النيرفس سيستم. طب ما ده كلام انا عارفه. and its basic function، تفتكر الفانكشن بتاعتها ايه؟ هل هي الهرمون برودكشن؟ هتعمل لي هرمونز؟ لا. طيب النيرف امبلس ترانسميشن هتنقل لي النيرف امبلس بطبيعه الحال. طيب انرجي ستورد هيخزن لي انرجي؟ لا. body defense؟ لا.
طب تيجي نفتكر مع بعض الهرمونز دي كانت ايه؟ كانت بروتينز. السريع كده واحنا قاعدين يعني. طب الانرجي ستورد كنا بنخزنها فين؟ في الاي تي بي. طب هو كان مين اللي بيطلع لي اصلا انرجي؟ 2 الليبيدز والكوربس. طب اخر واحده البادي ديفنس، مين اللي كان بيعمل كده؟ كان حاجه اسمها الاميون بادي، ودي كانت عندكم في سؤال. طب الاميون بادي دي كانت معموله من ايه؟ كانت معموله برضو من بروتين. تمام؟ افتكر معايا. يبقى انا هختار بي. طب ايه اللي بعده؟ نمبر 7. The period during which a new nerve impulse cannot be generated is called. الفترة اللي مش هقدر اعمل فيها generating لنيرف impulse تانية دي اسمها ايه؟ هل هي depolarization ولا هل هي repolarization ولا refractory period ولا resting potential؟ بطبيعة الحال هي refractory period. ليه؟ لان في الريفراكتوري بيريد في اللحظه ديت انا بقفل عندي الصوديوم تشانل، فبالتالي انا بقيت قاعد مش هينفع ادخل صوديوم تاني. لكن في ممكن الريبولاريزيشن تمشي شويه، ولكن في الريبولاريزيشن برضه انا عماله اخرج في بوتاسيوم. انا كل ده بحاول ان انا ايه ارجع زي ما كنت. يبقى هتبقى عندي ايه سي اللي هي دي اللي هي هتبقى سي اللي هي الايه الريفراكتوري بيريد. يلا بينا على اللي بعده. question 8. which of the following statements explains why the sodium potassium pump requires energy؟ تفتكر ليه الصوديوم بوتاسيوم بامب دي محتاجه انرجي؟ تعال نشوف. because it moves ion down the concentration gradually. ولا يعني هل هي بتمشيها مع الكونسنتريشن ولا هي because it moves the ion against the concentration gradient، ولا هل هي بتمشي عكس الطبيعي عكس الكونسنتريشن، ولا لان هي مش محتاجه الاي تي بي، ولا because it's only work during sleep. لا هي مش بس بتمشي during السليب، ولا هي اكيد بتحتاج اي تي بي. ده هو بيقول لي ان هي محتاجه انرجي. هختار انهي؟ انا بقول لك طالما هي محتاجه اي تي بي يبقى هي ايه اكتيف ترانسبورت. يعني ايه اكتيف ترانسبورت؟ يعني ماشيه عكس الطبيعي، ماشيه عكس الطبيعي عكس الكونسنتريشن بتاعي. تمام؟ فهختار بي. تمام كده؟ اللي بعده نمبر 9. during depolarization وانا بعمل depolarization the membrane potential هيحصل له ايه؟ الطبيعي بتاعي في البولاريزيشن كان بيبقى نيجاتيف 70 ملي فولت، بيبدا يعلى 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 لحد ما يوصل للبوزيتيف 40 ملي فولت. طب هو بيقول لي بقى في الديبولاريزيشن ايه اللي بيحصل؟ هل هتفضل كونستنت نيجاتيف 70؟ لا، هتبقى اكتر نيجاتيف، هتبقى نيجاتيف اكتر. لا، هي بتبدا تتحول لبوزيتيف. change from negative to positive هتبدا ان هي تتحول من النيجاتيف للبوزيتيف. طب doesn't it change تحصل لها اي مشكله؟ لا بالعكس بتتغير. يبقى هتبقى عندي ايه الانسر سي، هتبدا ان هي تتحول من النيجاتيف للبوزيتيف، من نيجاتيف 70 لايه لبوزيتيف 40. اللي بعده question 10. during الريبولاريزيشن وانا بعمل ريبولاريزيشن. طيب في الريبولاريزيشن what happens؟ تفتكر ايه اللي هيحصل؟ هل الصوديوم ايون enter the cell في الريبولاريزيشن؟ هل الصوديوم هيبدا يخش جوه السيل تاني؟ لا، ده ديبولاريزيشن. طيب بوتاسيوم ايون exit the cell تمشي. طيب ده صوديوم بوتاسيوم بامب ستوبس، مالهاش دعوه. الصوديوم بوتاسيوم بامب اصلا شغلتها بتبدا عندي فين؟ بتبدا عندي في الريفراكتوري بيريد. طيب ده بوتاسيوم بوتنشال انسايد ذا سيل انكريز، كميه البوتاسيوم جوه سوري ده بوزيتيف، انا اسفه، ده بوزيتيف بوتنشال انسايد in the cell will increase، كميه البوزيتيف هتزيد من جوه. لا ده انا بقول لك ريبولاريزيشن، انا برجع تاني للطبيعي، انا برجع اخلي جوه نيجاتيف وبره بوزيتيف. فانا هختار ايه؟ هختار البوتاسيوم عشان ابدا اطلع البوزيتيف الكتير اللي عندي دوت، عشان بعد كده ابدا اشتغل بالبامب واطلع الصوديوم وادخل البوتاسيوم. 11. What is the main function of neurotransmitter in the synapse؟ تفتكر النيوروترانسميتر دي لازمتها ايه؟ ربنا خلقها لي ليه؟ هل هي storing energy؟ لا مش بتخزن energy. Transmitting the signal between two cells، هتنقل لي السيجنالز ما بين two cells. تعمل كده فاهم؟ طب نكمل. Breaking down الايونز، هتكسر لي الايونز؟ لا. Increasing الاكسون سبيد، لا هي اصلا بتبدا تطلع فين؟ في الكليفت، في السينابتيك كليفت. فهتبقى عندي الانسر بي، نيورو ترانسميتر، من اسمها نيورو ترانسميتر يعني بتعمل ترانسميتنج لايه؟ للنيرف امبلس. اللي بعده question 12. Which of the following occurs immediately after the nerve impulse؟
impulse reach the terminal knobs او التيرمينال buttons. ايه اللي هيحصل من دول على طول اول ما النيرف impulse توصل للتيرمينال نوب او للتيرمينال بطن؟ ايه اللي هيحصل؟ هل الكالسيوم exit the cell هيخرج بره السيل؟ لا، هو هيبدا يخش. The calcium enters and vesicle fuse with the membrane. هيتعمل فيوجن مع الممبرين. هي بتعمل كده فعلا عشان تبدا تطلعي النيورو ترانسميتر ديت، بالتالي تمسك في الريسبتور اللي بعده. تمام كده؟ طب اللي بعده صوديوم تشانل كلوز. الصوديوم تشانلز هتبدا تقفل. لسه الصوديوم تشانلز مش بتقفل غير لما ابدا اخرج الامبلس اللي عندي. طب اللي بعده النيورو ترانسميتر بريكنج داون. هيبدا يحصل بريكنج داون للنيورو ترانسميتر وهي لسه ما خرجتش اصلا. لا، يبقى الانسر عندي هتكون ايه؟ هتكون عندي بي، ان الكالسيوم تشانلز هتبدا ان هي تفتح تدخلي الكالسيوم جوه، تخلي الفيسيكل تعمل ايه؟ تعمل فيوجن مع الممبرين اللي هو البري ساينابتيك ممبرين عشان تبدا ان هي تخرج لي الايه؟ الامبلس دي وتنقلها لي للبوست ساينابتيك ممبرين او للدندرايتس اللي بعد كده. يلا اللي بعده نمبر 13. طيب the Purkinje cell. البركنجي سيل اللي موجود عندي في البرين مالها؟ which can receive hundreds of thousands of synapses. قلت لك تقريبا بتوصل ل 200,000 at the same time او at once في نفس الوقت. طيب demonstrates that بتعبر لي عن ايه او بتقول لي the nervous system is slow to respond. بطيء جدا، مفيش الكلام ده. طيب nerve cells function independently. كل nerve cell هتشتغل لوحدها؟ لا طبعا، هما بيشتغلوا مع بعض. طيب the nervous system is an interconnected network that transmit information quickly and accurately. النيرف سيستم بتاعي كله عباره عن نتورك، عباره عن شبكه فيها انتر اكشن مع بعض، بيعملوا كونكشن مع بعض عشان تبدا ان هي تديني الانفورميشن بتاعتي او السيجنال بتاعتي عشان بالتالي ارد عليها بريسبوند الصح بشكل كويكلي وبشكل اكيوريتلي، بشكل سريع وبشكل مظبوط. يعني مش محتاجه يعني. شرحت الحته دي بالذات اكيد طبعا. طيب نمبر دي synapses are few in the membrane. السينابس قليله في الممبرين؟ لا طبعا، اصلا ما تنفعش تحصل دي، ما ينفعش تحصل دي خالص. لازم البرين ده، لان البرين ده زي ما قلت لكم هو الكنترول سنتر، هو اللي بيتحكم في كل حاجه حواليه، فلازم يكون ايه السينابسز فيه كتير. اللي بعده 14 the enzyme cholinesterase. الكولينستريز دوت بيعمل ايه؟ الكولينستريز دوت بيستيميليت الديبولاريزيشن. هيبدا ان هو يعمل الديبولاريزيشن؟ لا ملوش دعوه. ريبيلد الفيسيكل، هيعيد بناء الفيسيكل. ممكن هنحطها كده على جنب. طب اللي بعده break down acetylcholine after it performs its roles. هيبدا يكسر الاسيتايلكولين لما يعمل شغله. ماشي. الاخيره increase membrane permeability. ماليش دعوه بالبرميابيلتي بتاعت الممبرين. طب تعالى بقى هختار انهي. هو الكولينستريز بيعمل ايه؟ قال لي هو بيكسر الاسيتايلكولين عشان يرجع يحطه تاني في الفيسيكل. طيب هل هو اللي بيعمل لي الفيسيكل؟ هل هو اللي بيكونها؟ لا. يبقى انا هختار مين؟ سي. ليه؟ لان هو بيكسر الاسيتايلكولين، بالتالي ايه؟ هيبدا يرجعه تاني للايه؟ للفيسيكل. يلا بينا على اللي بعده 15. يلا. What explains the importance of the resting potential in the nervous system؟ تفتكر ايه اللي بيوصلني او ايه اللي بيوصف لي الريستنج potential اللي موجود عندي في النيرفس سيستم؟ تعال نشوف. It prevents the cell from responding. هتخلي السيل ما تعمليش responding؟ لا طبعا. طيب it keeps the membrane ready to transmit the impulse when the stimulus occur. بيخلي البوتنشال دوت او الديفرنس ان بوتنشال دوت او الريستنج بوتنشال ده اللي هو نيجاتيف 70 هيخلي السيل بتاعتي قادره ان هي تاخد ستيمولس ثانيه وتنقلها. ما انا لو في البوتنشال بتاعي لو انا البوتنشال بتاعي مظبوط في الريستنج بوتنشال بتاعي او انا في الديبولارايزد ستيت انا كويس، ممكن انا انقل عادي جدا بعد كده. طب اللي بعده it increase the number of synapses. هيزود لي كميه السينابس، مالهاش دعوه. طيب it decrease the membrane permeability to water. ماليش دعوه بالبرميابيلتي. البرميابيلتي دي يا جماعه ده شيء اتخلق فينا زي ما احنا. السيل متسيستمه على ان هي تدخل وتخرج ده، فانا ماليش دعوه. مفيش اي حاجه من بره هتزود لي في البرميابيلتي دي. تمام؟ فانا هختار ايه؟ بي. هختار ايه؟ هختار بي. تمام كده؟ طيب يلا بينا على الاساي questions. طيب يلا بينا question 1. clarify the role of the nerve endings. تمام؟ in converting the electrical signal into a chemical communication language. بيقول لي من الاخر ليه بقول
ان النيرف اندنج دي بتساعدني ان هي تديني او تنقل لي السيجنال دي بس بشكل ايه؟ كيميكال. بشكل ايه؟ كيميكال. تعالى نفتكر تاني بسرعه. انا قلت لك ايه؟ انا قلت لك ان انا عندي ادي البري ساينابتيك ممبرين، وادي البوست ساينابتيك ممبرين، وادي الساينابتيك كليفت. الفيسيكال جوه شايله ايه؟ شايله شويه كيميكالز. كيميكالز دي مين؟ عندي 2، عندي الاسيتايل كولين وعندي النور ادرينالين. هتبدا ان هي ايه؟ في وجود الكالسيوم هتبدا ان هي تخرج لي الايه؟ النيورو ترانسميترز ديت، وانا عندي هنا ريسبتورز. الريسبتورز دي هتبدا تاخد ايه؟ النيورو ترانسميتر دي وتنقل لي ايه؟ الاستيمولس. تمام؟ طيب هو بقى بيقول لي هتكلم في ده ازاي؟ هقول له اول حاجه due to، او ممكن اقول ان طالما هو بيقول لي explain هقول له the nerve ending مالها contains chemical substance اسمها ايه الكيميكال سبستانس ديت؟ اسمها النيورو ترانسميتر. طب النيورو ترانسميترز دي بتعمل ايه؟ which located in sacs. حلو كده؟ طيب ايه بقى اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل اهي؟ it will be released، هيحصل لها releasing، it will be released in السينابتيك كليفت. طب لما تبدا تطلع في السينابتيك كليفت ايه اللي هيحصل عندي لما تطلع عندي في السينابتيك كليفت؟ to transport the impulse. حلو كده؟ يبقى تاني ايه اللي حصل عندي؟ ان النيرف اندنج دي فيها كيميكال سبستنس اسمها نيورو ترانسميترز. النيورو ترانسميترز دي زي مين؟ زي الاسيتالكولين والنور ادرينالين. وانس ان يدخل عندي الكالسيوم بتبدا يحصل فيوجن ما بين الساك او الفيسيكل دي والممبرين اللي بره عشان تخرج لي كل الايه؟ النيورو ترانسميتر. لما تبدا تدخل فيه او تمشي فيه السينابتيك كليفت هتبدا ان هي ايه؟ تترانسبورت الامبلس بتاعتي بشكل تاني او بشكل واضح اكتر. ده الشكل التاني. ادي انا عندي هنا ده البوست ساينابتيك وده البري ساينابتيك وادي الكالسيوم دي. ايه اللي هيحصل؟ الكالسيوم هيبدا يخش لجوه. لما الكالسيوم يخش لجوه ايه اللي هيحصل؟ هتبدا الفيسيكل دي ان هي تفتح عندي فين؟ في الممبرين عن طريق الفيوجن. بتعمل فيوجن لما تطلع مني عندي هنا ريسبتورز. ادي الريسبتورز هتقف هي على الايه؟ على الريسبتور. لما تطلع على الريسبتور وتقف على الريسبتور ايه اللي هيحصل؟ هيبدا الامبلس ان هي تتنقل. ان الامبلس مش هتعرف تنط الحته دي، الالكتريكال امبلس مش هتعرف تنط الحته دي او الساينابتيك كليفت. تمام كده؟ يبقى الحته اللي فوق دي اللي هي الاكسون تيرمينال او الاندنج بتاعي اللي هي البري ساينابتيك، والحته الاخيره دي اللي هي الايه؟ الدندرايتس اللي هي الايه؟ البوست ساينابتيك. تمام كده؟ يلا بينا على بعض. question 2 explain sodium ions are considered the key of the consider the key to starting the nerve signal. ليه الصوديوم ايون ده اللي بقول عليه ان هو المفتاح بتاع النيرف سيجنال؟ ليه؟ because when the sodium channel opens تفتح، ايه اللي هيحصل لما هي تفتح عندي؟ ايه اللي هيحصل؟ the sodium will enters the cell أو the membrane which cause depolarization. ولما الديبولاريزيشن ده يحصل عندي ده معناه ايه؟ معناه ان بدأ يبقى عندي ايه؟ نيرف سيجنال او نيرف امبلس. تمام كده؟ طب يلا بينا على نمبر 3.
what happens if ايه اللي هيحصل لما receptors are absent in the postsynaptic membrane؟ ما بقاش عندي receptors في البوست synaptic membrane. ايه اللي هيحصل؟ النيرف امبلس مش هتتنقل، يبقى the nerve impulse will not transported to other cells أو to other nerve cells أو neurons. حلو كده؟ طيب يلا بينا على بعض. Number 4. The sodium potassium pump is essential for maintaining the resting potential in nerve cell. ليه الصوديوم بوتاسيوم بامب دي مهمة جدا في حالة الريستنج بتاعي to return the quantity أو the normal quantity of الصوديوم والبوتاسيوم. عن طريق هي بتعمل ايه؟ بتخرج لي 3 صوديوم وبتدخل قدامها 2 بوتاسيوم. يبقى to return the amount of ions normally أو normal اللي هو إيه؟ 3 sodium ions out و 2 potassium ions in. تمام كده؟ طيب اللي بعده question 5. hyperpolarization. قلت الهايبربولاريزيشن ده ان انا طلعت كميه بوتاسيوم اكتر من الطبيعي او اكتر من اللازم. الهايبربولاريزيشن occurs immediately after repolarization. ليه بيحصل بعد الريبولاريزيشن؟ لان في حاله الريبولاريزيشن المفروض ان انا بخرج البوتاسيوم وده اللي مش طبيعي، يبقى انا لازم ان انا ابدا اشغل الايه؟ البامب بتاعتي في المرحله بتاعه الريفراكتور بي. يبقى ليه ده بيحصل بعد ده؟ ليه ده بيحصل بعد ده؟ يبقى because the amount of potassium ion increase outside the cell membrane, which is يعني حاجة مش طبيعية، حاجة abnormal. يبقى and it need to be inside. لازم تخش ايه؟ جوه. حلو كده؟ ده number 5. يلا بينا على اللي بعده number 6. طيب the presence of the synaptic cleft. وجود السينابتيك كليفت عندي between two nerve cells is essential despite the أو its extremely small size. برغم إن السينابتيك كليفت دي صغنونة جدا إلا مع ذلك لازم تكون موجودة، وده شيء مهم جدا. تفتكر ليه؟ هي موجود فيها إيه؟ أول حاجة due to the presence of calcium. هي فيها كالسيوم ايونز. طيب حلو قوي. وايه كمان؟ and it will help in transmitting the nerve impulse. من غيرها انا مش هعرف انقل النيرف امبلس. ليه؟ لان الفراغ اللي في النص ده برغم ان هو صغير كده مش هينفع. النيرف سيلز مش لازقه في بعض، مش بتبقى ماسكه في بعض، فكده لازم يكون فيها ايه؟ الجزء بتاع الكليف ده. فالكليف ده هو بيساعدني في ايه؟ لان فيه كميه كالسيوم كتير جدا، وده اللي هيساعدني بعد كده في ان انا اعمل الايه؟
الترانسميتنج ازاي؟ عن طريق ان الكالسيوم بيخش في البري ساينابتيك ممبرين ويبدا ان هو يطلع لي النيورو ترانسميتر تتنقل للريسبتور وهكذا. يلا بينا اللي بعده نمبر 7. The nervous system operates at a speed that exceeds the hormonal system. بيقول لي ليه النيرفس سيستم دوت شغال بسرعه اكتر من الهرمونز؟ تعالوا نشوف. اول حاجه هتكلم على النيرفس سيستم. طب النيرفس سيستم ده بيشتغل ازاي؟ ده عباره عن الكتريكال امبلس. ده عباره عن الكتريكال امبلس. طب الالكتريكال امبلس دي اسرع ولا الهرمونز اللي ماشيه جوه؟ اهو يعني لو جينا هنا قلنا الهرمونال سيستم ده بيمشي فين؟ ده بيمشي في البلاد ستريم. موفز within البلاد ستريم. طب انهي اسرع الكهرباء ولا حركه الدم؟ الكهرباء اسرع، يبقى ده فاستر. وانا محتاجه الحاجه تبقى اسرع من كده، يعني محتاجه الحاجه دايما تبقى ايه؟ تبقى سريعه. لازم اخد الريسبوند بتاعي بسرعه. مش هيبقى بني ادم قدامي حاطط ايده على النار وانا قاعد لسه على ما الدم يوصل للمخ والمخ يقول رايه، بعدين يرجع لي الكلام ده تاني لحد العضلات فيقول العضله شيل دي. مشوار كبير قوي، فلازم الحاجات تكون بسرعه جدا فتبقى عامله زي الكهرباء. لكن هنا ده بيكون ايه؟ سلوور طبعا. حلو كده. اللي بعده يلا نمبر 8 inhibiting the sodium potassium pump. لو انا جيت كده قعدت الصوديوم بوتاسيوم بابا طلع اقعدي ارتاحي شويه على جنب، يعني ريحي بقى خلاص تعبتيني. by the toxin، عن طريق توكسين. مش عليا اسم التوكسين، هيجيب لك يديك اي اسم توكسين زي التوكسين اللي قدامي دوت. اسمه ايه؟ اسمه اوبيان. طب الاوبيان ده جه عمل لي انهبيشن للصوديوم بوتاسيوم بامب، مش عليا اسم التوكسين، مش هلتفت له. لو هو عمل لي انهبيشن للصوديوم بوتاسيوم بامب يعني ما بقتش شغاله من الاخر. لو ده حصل عندي، الصوديوم بوتاسيوم بامب دي كانت بتعمل ايه؟ الصوديوم بوتاسيوم بامب دي كانت بتطلع لي 3 صوديوم وتدخل لي 2 بوتاسيوم. كانت بتعمل ده ليه؟ بتعمل ده عشان تنورمالايز الوضع جوه. يعني ايه تنورمالايز الوضع جوه؟ يعني الدنيا عندي تكون مظبوطه. يعني ايه؟ يعني كميه الصوديوم اللي موجوده بره تبقى اكتر، فبالتالي يبقى الوضع عندي بوزيتيف، وكميه البوتاسيوم اللي موجوده جوه تبقى اكتر. تمام؟ يبقى عندي نيجاتيف. طب يا اسمع دي بوزيتيف ودي بوزيتيف، بس خلي بالك هم الاثنين بوزيتيف، ولكن انا عندي مع البوتاسيوم هنا عندي كميه ثانيه من الايه؟ قلت لك من الكلورايد ومن النيجاتيف بروتونز. طيب يبقى لو الصوديوم بوتاسيوم بامب دي مش شغاله، هل انا هقدر ارجع للوضع الطبيعي بتاعي؟ لا مش هعرف ارجع للوضع الطبيعي بتاعي. طب هعمل انا لما اجي اقول له بقى هقول له ايه؟ يبقى هقول له because، وهقول الفانكشن بتاعت الصوديوم بوتاسيوم بامب because the sodium potassium pump بتعمل ايه البامب دي؟ well return the amount of sodium ions كلمة ions دي واحدة، sodium ions and potassium ions in a normal quantity. in a normal quantity. طيب بتعمل ده ازاي؟ عن طريق ان هي بتخرج لي 3 صوديوم اوت و2 بوتاسيوم ان. حلو كده؟ ان شاء الله يبقى حلو كده. احنا كده الحمد لله فاينلي خلصنا اول بارت من ادريال ريفيجن. الاجزاء بتاعت ادريال ابسط. تمام؟ يعني فيديو زي النهارده دوت، الفيديو بارت 2 ده ما خدش مننا حاجه يعتبر. فالاجزاء تبان ابسط،
ولكن خلي بالك ان انت المفروض تحفظ بقى. يعني فكره ان انت تحفظ بري ساينابتيك ممبرين، بوست ساينابتيك ممبرين، عندك الساينابتيك كليفت، عندك الفيسيكل، عندك الاستايل كولين، عندك النور ادرينالين، عندك الكولينستريز، عندك كل الكلام ده، والاكزون والدندرايت والنيوك، كل الحوارات دي. تمام. فعلى قد الموضوع يبان سهل ولكنه مليان حفظ ومليان ديتيلز، ودي يعني اعمل حساب بقى ان احنا بدايه من النهارده لحد ما نخلص المنهج ان شاء الله احنا هنحفظ. احنا قاعدين بنحفظ، ده معتمد بشكل اساسي على ايه؟ على سيادتك وانت بتحفظ. ان شاء الله ان شاء الله المراجعه اللي بعد كده هتبقى الالطف بكتير واسهل بكتير كمان من دوت. تمام. يعني هنا في تفاصيل كتير قوي، الدروس اللي بعد كده ابسط واسهل من كده 100 مره. فان شاء الله الموضوع هيبقى ابسط باذن الله. احنا زي ما كنا قايلين قبل كده، هو كل الاسئله، يعني الاسئله اللي احنا حليناها اسئله الوزاره كلها، ما خرجش عنها الامتحانات بتاعه الشهور. وده من خلال متابعتي للصفحه بتاعتي على البيج بتاعتي على الفيسبوك. كذا حد من كذا محافظه، تمام، اذا كان من اسكندريه او من بره اسكندريه، وروني الامتحانات بتاعتهم، وكانت الامتحانات فعلا ما خرجتش بره اسئله الوزاره اللي احنا حليناها. فان شاء الله نكملها ونختمها ان شاء الله ختام مسك باذن الله السنه دي. انا عارفه ان احنا السنه دي الوضع سيء، مش سيء بس صعب شويه، ولكن باذن الله انتوا قدها يا شباب اولى ثانوي. اتمنى لكم كل الخير، بالتوفيق حبايبي. حلوا كويس وذاكروا كويس وتجدعنوا كده، حاولوا نخلص. اشوفكم على خير المره الجايه ان شاء الله. السلام عليكم.